شهداء الفضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بقفعه، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وزاره الزراعه تعقد ورشه عمل حول سلامه الغذاء مع المزارعين والمصنعين. جمعيه مربي النحل بمديريه صنعاء تعمل جاهده لزياده الدخل. دعوة لجمع عائدات الضرائب على الماشية والأراضي بشكل مناسب في حمل ماله. زيمبابوي تعلن حالة الطوارئ في هراري بسبب الكوليرا. جورج ويا يقر بخسارة الانتخابات الرئاسية الليبيرية. فنلندا تقرر غلق نصف معابرها وتضع حواجز على الحدود مع روسيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقدت وزارة الزراعة ندوة حول الأمن الغذائي في أسمراء يوم 16 و17 من نوفمبر بمشاركة أكثر من 100 من المهنيين والمزارعين ومصنعي الأغذية البشرية والأعلاف الحيوانية ومؤسسة الغلال والمواشي وشركات الثروة الحيوانية والمحاصيل وممثلي جمعية النساء للأعمال التجارية الزراعية. وقال المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية السيد تخلأ مسجلنا أن ضمان وسلامة الأغذية المنتجة والمنقولة والمعالجة والمباعة والمخزنة مسؤولية الجميع. وأشار منسق الورشة رئيس فرع مراقبة الثروة الحيوانية السيد تسفايوت قبرة سائه أن الورشة هي استمرار للمحاضرات المستمرة حول سلامة الغذاء وكفاءة ونظافة الأغذية البشرية والحيوانية. وقال أن أغلب المشاركين القادمين من جميع أنحاء البلاد لم تتح لهم الفرصة من قبل، مما يجعل المناسبة مميزة هذا العام. وقال السيد سعلي أبراهام رئيس وحدة الثروة الحيوانية في القاش بركة أن الورشة قدمت معلومات موسعة حول سلامة الأغذية والملوثات الغذائية ونظافة الأغذية والأمراض المنقولة بالغذاء وتأثيرها على صحة الإنسان والحفاظ على الأغذية، كما خلقت منصة للتواصل بين المزارعين والخبراء الزراعيين. وأخيرا قدم الحضور مقترحات وتوصيات بناءة، حيث قالوا في آرائهم وتعليقاتهم أنه ينبغي البحث عن طرق لمعالجة النقص في المعالجات والرقابة الصارمة على الملصقات المكتوبة على علب الزبادي، وانضمام الوكالات الحكومية الأخرى إلى جهود وزارة الزراعة لتوفير أغذية آمنة وعالية الجودة، وعمليات التفتيش المستمرة لضمان صحة الحيوان والواردات من الدول المجاورة، كما تم تقديم اقتراحات لفرض رقابة صارمة على إنتاج الخضروات. وقال المشاركون أن ورشة العمل ستوفر لهم منصة لتبادل الخبرات مع المزارعين والمصنعين من مختلف المناطق، مطالبين بضرورة بذل المزيد من الجهود في المستقبل. صرح أعضاء جمعية مربي النحل في مديرية صنعاء بأنهم يعملون جاهدين لاستغلال موارد منطقتهم للحصول على دخل أفضل. وقال رئيس الجمعية سيد إبراهيم سليمان أن الأشجار والزهور بالمديرية مع المناخ الملائم مشجعة لتربية النحل، إلا أنه على الرغم من ذلك لم ينتج بالقدر المطلوب العام الماضي بسبب سوء المناخ وقلة هطول الأمطار. وأضاف السيد إبراهيم أن تشغيل خلايا النحل واستخدامها مهم في إنتاج العسل وحمايته من آفات النحل. وقال أنه يتم العمل على زيادة دخل العسل من خلال القيام بحملات متواصلة لنقل المزارعين من خلايا النحل التقليدية إلى الخلايا الحديثة. وقال أن أنشطة تربية النحل تأثر سلبا بسبب رش بعض البستانيين مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية التي لا تأخذ النحل بالاعتبار، مطالبا إياهم بضرورة استشارة المهنيين الزراعيين قبل استخدامها. وحثت خبيرة تربية النحل السيدة فريسلام برهي مربي النحل على الاستفادة من الموارد المتاحة في مناطقهم لتعزيز إنتاجهم من خلال بناء خلايا ذات تكلفة منخفضة، وأن يكونوا جادين في الحفاظ على الموارد القابية. وطالب أعضاء جمعية مربي النحل في مديرية صنعاء الحكومة لتوفير مكان لهم لبيع منتجاتهم فضلا عن دعمهم بالآليات الإضافية. هذا وتضم الجمعية 110 عضوا يمتلكون 530 خلية نحل حديثة و350 خلية نحل تقليدية و70 خلية خشبية. دعت مديرية حمل ماله بإقليم عنسبة السيدة عائشة علي نور إلى بذل جهود جادة لتحصيل الضرائب الحكومية بشكل عام، وخاصة عائدات الثروة القابية والأراضي وعائدات صندوق الرياضة والتنمية. وفي معرض حديثها في الاجتماع التقييمي المنظم في 16 من نوفمبر، ذكرت السيدة عائشة السلطات المحلية بأن تكون سباقة في تحصيل الضرائب على الماشية والأراضي في الوقت المحدد. وذكر التقرير المقدم حول تقييم الخدمات الاجتماعية والظروف الزراعية وتجميع القرى أن عدد الأمهات اللواتي يلدن في المنازل خاصة في قرى وازنتت وقنفلهم وبلدة حمل مالو يتزايد بشكل كبير، ومن الضروري زيادة التعاون بين جميع أصحاب المصلحة.
وفي مجال التعليم أوضح التقييم أنه على الرغم من وجود 51 مؤسسة تقوم بالتدريس من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، فإن عدد الذين ينجحون ويستمرون في المرحلة الثانوية منخفض للغاية، وقد تم التذكير بضرورة العمل بجدية خاصة في الصف ال11. وفيما يتعلق بأوضاع حماية التربة والمياه، ذكر التقييم الانتهاء من أكثر من 85% من أعمال بناء سدي فرحين وأجربب للحفاظ على المياه وتعزيز الزراعة المروية، وقد تم الحصول على نتائج مشجعة فيما يتعلق بإدخال الزراعة الأسرية المتكاملة. وفيما يتعلق بأحوال الخريف، لوحظ أن تأخر بدء هطول الأمطار وتوقفها بسرعة أثر سلبا على الحصاد، وفي المستقبل يجب على المزارعين التركيز على الدورة الزراعية. وأخيرا قدم المشاركون مقترحات وتوصيات بناءة تساهم في إيجاد آليات للحلول، من ضمنها ضرورة جلب الشتول لتغرس في مواعيدها، والاهتمام بأنشطة التشجير في المؤسسات، والقيام بحملات مستمرة وفعالة لضمان نظافة البيئة، والاهتمام بحل مسألة المدارس التي لا تحتوي على الأسوار، وكذا التي تدرس في الفصول التقليدية، والعمل لمعالجة التأثير والضغط على خدمات التعليم الناجم عن عدم تجمع القرى في منطقة بيان. نظم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي الأسبوع الطلابي لمدرسة ورساي كالو في الفترة من 15 وحتى 17 من نوفمبر تحت شعار الشباب سواعد الوطن. وتضمن الأسبوع أنشطة ومسابقات ثقافية وتعليمية وفنية. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد مسايقدي أن كل جيل شاب لديه واجب مرحلي يتمثل في الوعي والتنظيم وصنع التاريخ في مرحلته الخاصة، ونصح المشاركين ببذل الجهود الحثيثة لرفع اسمهم واسم بلدهم من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية بفرع سوا ومؤسسة التعليم العالي السيد كستير قبر أمان أن الأسبوع أقيم من خلال ترتيب 10 أنواع من المسابقات التي اختيرت لاختبار قدرات الذكاء والإبداع والموهبة لدى الشباب. وأشار رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح مدين بأن هذا الأسبوع سيسهم في خلق فرصة للشباب لاستكشاف مواهبهم واهتماماتهم مع الاستمتاع بوقتهم، وله معنى وهدف يتجاوز المنافسة والجوائز. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بالوحدات والفائزين على المستوى الفردي. ألقيت محاضرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني ومنع الجريمة للمواطنين والطلاب في مختلف إدارات الضواحي بمديريات مندفرة وقندع وصرونة. وفي محاضرة قدمها لسكان 15 ضاحية في مديرية مندفرة في الفترة من 22 من أكتوبر وحتى 12 من نوفمبر، قال قائد مركز الشرطة الملازم مايكل فيسهاي أن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، ودعا جميع شرائح المجتمع إلى زيادة الوعي والتعاون في منع الجريمة. وقال ضابط مكافحة الجرائم العريف عثمان آدم أنه تم تسجيل 136 جريمة و368 مخالفة بالمديرية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، وحث أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم بشكل صحيح وتربيتهم جيدا وتصحيحهم إذا أخطأوا. وفي محاضرة عقدت في 5 إدارات ضواحي بمديرية قندع، حث النقيب عبد النور شريف الأهالي بضرورة زيادة وعيهم والمشاركة في ضمان السلام والأمن في مناطقهم بحيث لا يمكن إخفاء المجرمين عن عيون المجتمع. وقال ضابط مكافحة الجريمة الملازم كفليتس فايوناس أنه تم إنشاء شرطة مجتمعية في جميع المناطق لحل القضايا البسيطة سلميا. وفي الوقت نفسه ألقيت محاضرة في مديرية صرونة للمساعدة في زيادة دور الطلاب في مكافحة الجريمة. وقال أن الاحترام المتبادل والأخلاق الحميدة من القيم التي يتميز بها الشعب الإريتري، مضيفا أن مسؤولية توارثها وتبنيها بشكل صحيح تقع على عاتق جميع شرائح المجتمع. وحث رئيس التحقيقات الجنائية كفلوم هايلي الطلاب على الامتناع عن الإدمان والأنشطة غير القانونية لتأمين صحتهم ومستقبلهم، وأن يصبحوا قدوة للأعمال الصالحة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت زيمبابوي حالة الطوارئ في العاصمة هراري بسبب تفشي وباء الكوليرا، حيث أدى تفشي المرض حتى الآن إلى مقتل العشرات من الأشخاص مع أكثر من 7000 حالة مشتبه بها. وتقول سلطات المدينة أن تفشي المرض الذي انتشر في جميع أنحاء المدينة أعاد إلى الأذهان ذكريات تفشي هذا المرض القاتل في عام 2008 والذي توفى بسببه الآلاف. وتطلب السلطات الآن المساعدة لاحتواء انتشار المرض وتوفير المياه الصالحة للشرب، قائلة أن المساعدات التي تتلقاها غير كافية. وتكافح السلطات الصحية لاحتواء العدد الكبير من الحالات بعد تفشي المرض، وتشير إلى نقص العاملين الصحيين لإدارة الحالات، فضلا عن نقص الإمدادات لوقف انتقال العدوى.
هذا وتكافح زيمبابوي تفشي وباء الكوليرا القاتل في الأشهر الأخيرة وسط عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة. أقر رئيس ليبيريا المنتهى ولايته جورج ويا بخسارته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمام المعارض جوزيف بواكاي. وقال ويا نجم كرة القدم السابق الذي انتخب العام 2017 في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية هذا المساء: خسر حزبي الانتخابات لكن ليبيريا كسبت. وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية حصول بواكاي البالغ 78 عاما على 50.98% من الأصوات في مقابل 49.11% بعد فرز 99% من الأصوات. واحتفل العشرات من أنصار بواكاي بفوزه وهم يرقصون أمام أحد مراكز حزبه في حي فياما في منروفيا. وسيتولى بواكاي الرئاسة مدة 6 سنوات في هذا البلد الناطق بالإنجليزية والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة. أوضحت الحكومة الفنلندية أنها ستغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا، متهمة موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية بعبور الحدود. يذكر أن وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى فنلندا هذا الأسبوع دفع القادة الفنلنديين إلى اتهام روسيا بنقل الأشخاص إلى الحدود، وهو ما نفته روسيا. هذا ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن فنلندا ترتكب خطأ كبير باختيارها المواجهة مع روسيا. وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو نتيجة الحرب في أوكرانيا. في الخبر الأخير، حذرت دراسة أجرتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ ونشرت نتائجها من أن الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيفرز عواقب كارثية على القمم والأنهر الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية على الأرض. ولفتت الدراسة إلى أن أبحاثا حديثة بيّنت أن انخفاضا كبيرا في انبعاثات الغازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على الغطاء الجليدي العالمي، والذي يمثل أقساما من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة أقله. وقد يكون الجليد البحري الجزء الأكبر تضررا من الغطاء الجليدي، وقد يصبح المحيط المتجمد الشمالي خاليا من الجليد كل صيف. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل حول سلامة الغذاء مع المزارعين والمصنعين. جمعية مربي النحل بمديرية صنعاء تعمل جاهدة لزيادة الدخل. دعوة لجمع عائدات الضرائب على الماشية والأراضي بشكل مناسب في حمل ماله. زيمبابوي تعلن حالة الطوارئ في هراري بسبب الكوليرا. جورج ويا يقر بخسارة الانتخابات الرئاسية الليبيرية. وفنلندا تقرر غلق نصف معابرها وتضع حواجز على الحدود مع روسيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.